عارفين يعني إيه ربنا ينزل للسماء الدنيا نزول يليق بجلاله؟ عشان يباهي بينا الملائكة؟ إحنا داخلين على يوم عرفة، اليوم اللي بنستناه من السنة للسنة، يوم البداية الجديدة والفرصة اللي مش بتتعوض. وقبل ما نتكلم عن يوم عرفة لازم نعرف إننا في أحلى أيام السنة، العشر الأوائل من ذي الحجة اللي ربنا أقسم بيهم في القرآن، والعمل الصالح فيها أحب لربنا من أي وقت تاني. الأعمال الصالحة في الأيام دي ثوابهم عظيم، لو تقدري تصومي من أول يوم لحد يوم 9 يبقى يا ريت، كل خطوة بتقربك للجنة أكتر. نيجي بقى ليوم عرفة، تخيلوا صيام يوم واحد بس ربنا بيمسح بيه ذنوب سنة فاتت وسنة جاية. يوم عرفة هو يوم العتق من النار، واليوم اللي مفيش فيه دعوة بتترد لو طالعة بصدق ويقين من القلب. يلا جهزي الدعوات وادعي بكل اللي نفسك فيه، مفيش حاجة كبيرة على ربنا، وأفضل حاجة تقوليها في اليوم ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اليوم ده فرصة بتيجي مرة واحدة في السنة، حاولي تبعدي عن الموبايل والتشتيت وفرغي قلبك تماما لربنا، وخصوصا ساعة قبل المغرب، دي ساعة الاستجابة الكبرى. ارفعي ايدك للسماء وادعي ربنا بكل اللي تتمنيه. يا رب بلغنا يوم عرفة وإحنا في أحسن حال، واجعلنا فيه من المقبولين والمجبورين، واغفر لنا ما تقدم من ذنبنا. قولولي بقى في الكومنتات ايه اكتر دعوة نفسكم ربنا يحققها لكم في يوم عرفة السنة دي. كل سنة وانتم طيبين وفي طاعة الله دايما. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ما تنسونيش من صالح دعائكم.